السلام عليكم، صباح الفل والعسل على احلى واغلى متابعين على قلبي. يا رب دايما تكونوا بخير وفي احسن حال. ما تنسيش الاشتراك في القناة فضلا وليس امرا، واللايك الجميل والكومنت اللي زي متابعيني حبايبي. فيديو النهاردة ده الكورنيش يا جماعة جميل جدا. كنا رايحين محمد نجيب، في بحر هناك اسمه اسحاق. بس بصراحة يعني عشان اكون صادقة معاكم، والسنة اللي فاتت كان البحر جميل جدا والمية رايقة. بس السنة دي المية بشعة وحشة جدا جدا جدا. لونها غامق وريحتها عاملة زي بالظبط ما تكوني بتصطادي سمك. البحر ما عجبنيش، وكله بجد زبالة من بقى الشيبسيات وبواقي الاكل والكلام ده. طبعا احنا قعدنا فترة طويلة عقبال ما لقينا مكان يفضى، لان بسم الله ما شاء الله البحر كله مليان. احنا كنا لسه يا دوبك قاعدين، والولد الامور ده بجد لفت نظري. كان بيرقص على اغنية سطلانة وحافظها كمان. خلاص طبعا احنا روحنا. ده تاني يوم بقى. طبعا كان في غسيل على المنشر، وكنت غاسله السجاد بتاع غرفة النوم زي ما انتوا شفتوا كده. وده شكل المطبخ، بصوا شكل المطبخ عامل ازاي. وطبعا بصوا الترابيع دي انا غسلتها في الغسالة تحفة. بصوا اللي هي الكوشن اللي هي الفارم، والترابيع اللي هي الظرف دي بتاعت كراسي الانتريه. غسلت كله في الاوتوماتيك وبجد طلعوا زي الفل. دلوقتي بقى هنعمله ايه؟ طبعا قبل ما نعمل حاجة البحر، طبعا المايوهات والحاجة اللي احنا رحنا بيها البحر طبعا كلها رملة. اول حاجة هبدأها ان انا يعني المواعين اللي انا غسلاها من بالليل طبعا هرتبها كلها، مش هخلي حاجة خالص على الرخامة غير الفوطة اللي بنشف عليها المواعين اللي لسه بقى ايه هغسلها. لكن انا مش هخلي حاجة خالص على الرخامة. اول حاجة هبدأ بيها اللي هو المنظم ده اللي بحط فيه المعالق، طبعا لازم اغسله يوميا. اول حاجة ببدأ بيها. بعد كده هغسل بقى المواعين، طبعا الكوبايات الاول، بغسل الاطباق، بغسل المعالق. اهم حاجة ان انا يبقى حوضي فاضي خالص، علشان اشوف بقى ايه الشغل التاني اللي انا هعمله. دلوقتي اهو بغسل المواعين. ده يعني غسيل المواعين ده بجد يعني الله يكون في عوننا بصراحة يعني. الغسيل والمواعين يعني بحس ان هما بسم الله ما شاء الله بيتكاثروا مع نفسهم كده. فان انتي هتبدأي تعملي اي حاجة في مطبخك بجد اهم حاجة ان يبقى عندك الحوض فاضي نهائي، يعني نهائيا ما يبقاش فيه معلقة. بجد بيحسسك براحة نفسية، بيحسسك ان دنيتك كلها رايقة. والله بجد يعني. طبعا كلنا مجربين الموضوع ده كانوا شوية علب كده صغيرين. عنقعهم لان العلب مش عارفة بيجي بكله طينة، يعني انقعه الاقي المية بجد نازلة سودة. دلوقتي بقى حاملة الازايز دي بتاعت التلاجة. انا باخد الازايز بسقعها طبعا، وبعد كده بحطها في الدورة وتسيب الدورة بره نشربه منه يخلص. وبعد كده برضو هكذا يعني اعمل كده تاني. بصوا دلوقتي بقى اغسل الدورق اللي بحط فيه المية الساقعة، وبملى الازازة احطها تاني في التلاجة. بتبقى يعني حركة حلوة، المية بتبقى دايما معاكي ساقعة في التلاجة، الازاز بتاعتك مليانة. دلوقتي بقى بصوا حاجة البحر طبعا بيبقى كلها تراب، سوري كلها رملة. فلازم تنضفيها الاول قبل ما تدخليها الغسالة ايا كان بقى. يعني انت لو اوتوماتيك يعني اللي هي من فوق، او الاوتوماتيك التانية لازم تعملي الحركة دي. لكن لو هتغسلي على غسالة عادية عادي. بس انت لو مش حابة يبقى في غسالتك فيه رملة اعملي الحركة دي. بصوا قد ايه رملة في الحوض، رملة كتير جدا جدا جدا. لازم الاول بغسل كل الحاجة وبعد كده بحطها في الغسالة. دلوقتي بقى انا كنت غاسله كل مفارش الانتريه كلها. غسلتها لاني طبعا هنفض تنفيضه كده حلوه في الريسبشن. فغسلت بقى الحاجه كلها، والمفارش دي كلها بتاعه الريسبشن. فقلت اغسلها مره واحده علشان باذن الله ايه لما انفض. وده الكفر بتاع الكنبه، وده مفرش برضو. بس الستاره دي بتاعت غرفه النوم بجد انا غسلتها وشلتها، لان طبعا الجو حر جدا وانا اساسا ما بقفلهاش، دايما سايباها مفتوحه. طب وعلى ايه؟ بتتطرب على الفاضي. فقلت لا انا هغسلها واشيلها
وبعد كده باذن الله يعني لما الجو يسقع شويه نبقى نفرشها. دلوقتي بقى بصوا احط اهو الحاجه بتاعه البحر كلها، حاجه الاولاد بقى وزوجي والمايو اللي هو المايو الشرعي بتاعي. بصوا كل حاجه جينا بيها من البحر هحطها دوره كده مع نفسيها. وطبعا يعني والغسيل احنا عارفين بحر مش بحر الحمد لله يعني دايما ما شاء الله الغسيل موجود، يعني ما بجد زي ما بقول لكم ان الغسيل والمواعين بيتكاثروا، والله بيتكاثروا مع نفسيهم كده. دلوقتي بقى احط كل الغوامق في دورة كده لوحدها. هجيب كيس اوكسي جيل ريحته حلوة جدا جدا جدا، انا بحب دايما استعمله للغوامق عشان البودر بيلزق في الغوامق. وده دوني عادي جايباه من عند بتاع المنظفات. هعملها بقى بعملها نقية لمدة 10 دقايق، حلوة جدا. ده طبعا ابيض كنت غسلاه قبل ما احط دورة الغامق. بصوا فوط بقى وفوط مطبخ وهدوم بس الجو كان حلو سبحان الله. في البلكونة الجو هوا، لكن الشقة الله اكبر يعني حر موت مش عارفة ازاي بصراحة. دلوقتي بقى هنشر الغسيل كله، ده كان فاتح ده كان غسيل فاتح، قلت ايه انشره معاكم. لكن الغامق طبعا لما طلعه مش هينفع ان انا انشره في المنشر ده لان ده طبعا مليان، فاضطر ان انا انشره في المنشر الداخلي. بجد يا جماعة المنشر الداخلي ده يعني بجد نفعني نفع كتير جدا كبير قوي. لاني لما بيبقى المنشر الخارجي عندي مليان بحط في الداخلي، فده بيعوض ده بصراحة. كنت غاسله بقى ملايات وهدوم وحاجات يعني كتير، فقلت ايه انشر معاكم الدورة دي. بصوا الهوا، بصوا بجد الهوا كان جميل جدا. انا وانا واقفه بنشر ببقى مستمتعه جدا، مش عايزه اخش بصراحه من البلكونه. بصوا بقى الجمال. دلوقتي بقى طبعا بعد الشقة الفظيع والتعب ده كله هنعمله طبعا غدوة سريعة وبسيطة، شاورمة فراخ. معايا نص كيلو من الشاورما مقطعاها كده حتت صغيرة، ومعايا طبعا طماطم وبصل وفلفل، والبهارات بقى براحتك. انا بحط بهارات فراخ، بصل باودر وتوم باودر بابريكا ملح وفلفل اسود. عايزاها بقى انتي سبايسي ممكن تحطي شطة او ممكن تحطي فلفل حار، بيديها برضو طعم حلو للناس يا جماعة اللي بتحب الحاجة سبايسي. لكن انا طبعا ما بحبش يعني اعمل الحاجة سبايسي قوي طبعا عشان الاولاد وكده. هنزل بقى اجيب طاسة احط فيها المادة الدهنية اي حاجة انت بتحبيها، زيت سمنة زبدة ايا كان. انا بحط زيت عافية. حطيت حبة وبعد كده نزلت بيه البانيه الفراخ البانيه. طبعا مش هقلبها غير لما تغير لونها من تحت. اول ما تغير لونها من تحت ابدا بقى ايه اللي انا اقلبها. ليه بقى؟ علشان كلها تاخد لون واحد. اول بقى ما تاخد لون واحد تبداي بقى انت ايه تحطي باقي المكونات اللي معاكي. انا بقى بعمل تركايه حلوه قوي. اثناء ما هي بقى بتاخد اللون بحط مثلا يعني نص معلقه كبيره من بهارات الفراخ حلوه جدا، جايباها من عند العطار، بتديها ريحه ولون تحفه بجد. هنزل بقى بالبصل والثوم والفلفل. دلوقتي هننزله بقى على الفراخ البانيه بالبصل والثوم والفلفل. الكمية بقى اللي تعجبك، يعني انا مثلا عاملة ايه بصلاية، عاملة فلفلاية واحدة، عاملة فصين توم. دلوقتي برضو التركية دي تحفة. احط مرقة دجاج، مكعب مرقة دجاج، بجد بيخلي طعمها وريحتها في حتة تانية خالص. زي ما انتوا شايفين حطينا بقى ننزله بقى دلوقتي بالطماطم والبهارات بقى بتاعتك. قلتلك بقى بهاراتك دي لعبتك، بس البهارات اللي انا بفضلها اللي انا ايه قلتها لكم، بجد بتديها طعم وريحة حلو جدا. بصوا لونها في منتهى الجمال. اللي غير لونها بقى ده اللي هي النص معلقة اللي هي بتاعت بهارات الفراخ، بجد يا جماعة بتخليها في حتة تانية خالص والله. هنزل بكوباية مية، ولو طبعا بعد ما يعني تتشرب كوب الماء ده، لو حسيتي ان هي محتاجة تاني حط لها على حسب ايه مع يعني البانيه تستوي معاك. طبعا احنا عارفين البانيه ما بتاخدش وقت طويل. بصوا بقى دنيتي زي الفل، خليت الدنيا زي الفل
وغسلت الحاجة بتاعة البحر، وغسلت مواعيني كلها. وبصوا قلتلكم ان انا هنشر الغامق على المنشر الداخلي، والانتريه عندي بقى زي الفل، وطبقت المواعين وخليت الدنيا زي الفل. واشوفكم على خير يا احلى متابعين، مع السلامة.